يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم امي وامواتنا جميعا. احلى مكرونه وكبده مشويه هتاكلوها معانا ميه بصل ومعلقه توم مفروم، ملح، فلفل اسود، كزبره، توم، بصل باودر، آم، معلقه صويا صوص، لا معلقتين صويا صوص، ومعلقه دبس رمان، ومعلقه ورشستر صوص لو عندك. مش عندك مفيش مشكله، ومعلقه خل. هندوب كل الكلام الجميل ده. قلنا ملح وايه تاني؟ دوبناهم مع بعض وحطينا الكبده. لو باتت نحطها في التلاجة، لو باتت ليله كمان في التتبيله دي تبقى احلى واحلى. بس انا كنت مستعجله يا دوبك ساعتين وطلعتها وكان طعمها تحفه. طاسه على النار، هنحط الفلفل لو عندك فلفل الوان اوكي، هنحطه كله مع بعضه كده ونشوحه. ونفس الطاسه هنشيل الفلفل، في نفس الطاسه هنحط الكبده شرايح، تكون شرايح رفيعه قوي عشان تستوي. للاسف انا ما كانت عندي شرايح كانت تخينه شويه، بس برضو استوت وكان طعمها حلو. وهنشوحها نحدد لون، وبعد كده نفس الصوص هنحطه اللي هو بتاع التتبيله، هنحطه تستوي حوالي 3 دقايق او 4 دقايق، مش اكتر من كده عشان ما تشدش معانا. وفحمية بقى على النار كده، وسلام، معلقه زيت فيها، وطلعت احلى بخار واحلى كبده مشويه مدخنه. طعمها كان تحفه بجد، جوسي، طرية، والصوص بتاعها حكاية. بجد جربوا الوصفة دي على ضمانتي، صدقوني وهم. يلا ألف هنا وشفا على قلوبكم. ما تنسونيش بقى بلايك وشير، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.